السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة. نبدأ بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، هنعمل النهاردة مع بعض روتين جميل كده ما شاء الله مع بعض. هنا طبعا دي صالة صغيرة كده، ماشي، فيها شوية حاجات هنشيلهم، وهننجل التلاجة والديفريزر برا، وهنرتب شوية في المطبخ زي ما انتم شايفين. والله يا حبايبي دي مطبخ امي، ماشي. طبعا تعرفين الظروف عندي وكده، الحمد لله على كل حال. وانا قاعدة مع امي يعني بقالي سنة. رجعت بيتي بس 10 ايام زي ما قلت لكم، وحصل معي مشاكل وكده ورجعت تاني بيت امي، ماشي. هنا طبعا انا سيكت الصالة الصغيرة ديت وروقتها كويس، وحطيت فيها التلاجة والديفريزر. وطبعا هنا هنحاول اننا نرتب على قد ما نقدر. والله لو كان في ايدي وفي امكاني كنت غيرت حاجات كتير كتير، بس والله العظيم يعني في مشاكل بيني وبين جوزي، وما بيدفعش نفقة للولاد ولا حاجة، وكل حاجة بسيطة وعلى قدها صراحة. يعني كل حاجة على قدها وكل حاجة بسيطة، ودي بيت والدتي وبيت من سنين السنين يعني. زي ما انتم شايفين عملت طبعا هنا مطبخ، وكانت طبعا اللي بنقطعه من على الورق دي كانت شوفونيره، ماشي، وكانت خشب من فوق، بس انا صراحه لقيت حتت سيراميك عند امي كده حطيتها عليه. هنا طبعا مكان التلاجة والدي فريزر اللي كانوا في الاوضه هنسيق كويس، ماشي. وهننقل طبعا الشوفونيره مكانهم، ويعتبر بنسيق حته في حته في الاوضه كده، ما بنقدرش نشيل العزال كله مره واحده وكده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. هنا يا حبيبي بقى انا بنشد في الشوفونيره دي ننجلها، بجد هي تقيله خالص، ماشي. وكمان عليها سيراميك من فوق زي ما انتم شايفين، يعني كل حاجه بسيطه وكل حاجه على قدها وكده يعني. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. حبيت ان انا يعني ايه نعمل روتين خفيف بسيط كده انا واولادي، ونجيب يعني شويه زينه على قد كده من زينه رمضان، يعني نفرح ولادي، بس والله نفرح ولادي. هنا طبعا زي ما انتم شايفين معايا هنا سارة واقفة على الفرن كده بتربط فرع الزينة دي كده، ماشي. ونقول لكم كل حاجة بسيطة وعلى قدها والله. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. دي سجدة بنت أختي الصغيرة دي. معلش بقى على التصوير، سارة اللي كانت بتصور من شوية كده، وشوية تعدل الكاميرا كده وشوية كده، هي ورودي. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وعلى فكرة الحيطان دي لو كانت تنفع تنغسل كنت غسلتها، لانها محارة من سنين يعني. لما ربنا يسهل ويعني ربنا يريد وكده هنبقى نصلحه ونعمله وكل حاجة بالراحة، وهي عيشة بسيطة والحمد لله على كل حال وعلى عطية ربنا. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، ويا ربي يجعلها سنة سعيدة عليكم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ما تنسوش يا حبايبي بالله عليكم دي طبعا تترحموا على اختي، الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها وينزلها منزل صدق، اللهم امين يا رب العالمين. بصي هنا زي ما انتم شايفين احنا جايبين ايه فرعين نور كده حلوين. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. هنا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده، بندعي لكم بالرضا والستر، ماشي. ومعايا طبعا الولاد الصغيرين فرحانين بيفرحوا بأقل حاجة والله العظيم. طبعا زي ما انتم شايفين بوتاجاز امي هو بوتاجاز قديم خالص، يعني كل حاجة على قدها وكده يعني. بس ربنا يجعله عامر بيحس امي ويطول عمرها يا رب، ويخليها لنا ويدومها نعمة ويديمها نعمة في حياتنا انا واخواتي يا رب. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجة بسيطة وحلوة بالنسبة لي، حلوة والله أنا راضية الحمد لله. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. هنا سارة كانت بتقول لكم بس أنا الصراحة لغيت الصوت عشان كانوا عاملين دوشة.
كانت بتقول لكم انا يعني كل سنه وانتم طيبين، وبتقول لكم هي اللي كانت بتصور وهي اللي راحت جابت الزينه ماشي، وهي مبسوطه. وتقول لكم كل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده. انا ناديت لكم ساره عشان هي تقول لكم يعني. اتكلموا يا ساره. طبعا انا اللي رايحه جايبه الزينه. كنت بقول لكم كل سنه كده وانتم طيبين. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان يعود عليكم بخير. وطبعا دي بنت خالتي ودي اختي، بنحب امي واخواتي وبنحبكم. ربنا يطول عمركم ويطول عمر امي واخواتي ويخليكم ليا. انا كنت عاوزه وانا كنت بقول رمضان سعيد عليكم، وايه تاني؟ اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اللهم يا رب. بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وطبعا ده فانوسي وده فانوس روي، تيتا جايبهم لنا. ربنا يبارك لنا في عمرها يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يخليكم يا رب ويحفظكم، اللهم امين يا رب العالمين. هم فرحانين. دي كل واحدة معاها فانوس كده ماشي، فرحانين صراحة. وشكل المطبخ كده يعني، قولوا رأيكم في الكومنتات يعني على قده صراحة، بس حلو. طبعا. ربنا يحفظكم يا حبايبي يا رب. طبعا انا مستخبيه ورا الكاميرا من الصبح ونفسي نطلع لكم نقول لماما امتى تقولي الاخر.